من غير فرد ولا عجن ولا عذاب، وفي 5 دقايق هتجهزيها أحلى فطيرة وش بيتزا. مش قادرة أوصف لكم يا جماعة الجمال عامل إزاي. الطعم حلو أوي، طرية كده وبتدوب حرفيًا، وطعمها وريحتها كانت مالية المكان، وما خدتش مني ولا تعب ولا مجهود، والطعم حكاية. تنفعنا بقى كده في الفطار أو في العشا، وتنفع كمان الولاد في المدرسة. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة كانت عندي لفة جلاش كده في الفريزر، طلعتها كده وعملتها رول زي ما هي، وبدأت أقطعها قطع صغيرة بالشكل ده. هتقطعي كده كل اللفة قطع صغيرة على قد ما تقدري. تمام كده زي الفل. بعد بقى ما بنقطع لفة الجلاش دي، بنبدأ كده نفرطها عن بعضها بالشكل ده، من غير بقى ولا تفردي ورقة ورقة ولا تدهني ورقة ورقة ولا أي حاجة. بنفرطها كده على من بعضها. وجبت بقى صينية مقاس 30، وكنت مجهزة كده ربع كوباية زيت على ربع كوباية سمنة أو زبدة. أنا استخدمت زبدة مذابة، الموجود عندك استخدميه. وهبدأ أفرط الورق كده في الصينية وأفرده في الصينية وأوزعه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. سهلة جدا وبسيطة، ومش قادرة أوصف لكم النتيجة بتبقى عاملة إزاي. وزعته كده علشان كلها كده تتوزع في الصينية كده بالتساوي بالشكل ده، يعني ما يبقاش فيه حتة فيها كمية أكبر من التانية. وزعتها كده وفردتها بالشكل ده. باقي بقى كمية الزبدة على الزيت، هبدأ أفردها كده على وش الجلاش بالشكل ده. هو بس يا دوبك ربع كوباية من الزيت وربع كوباية من الزبدة. دهنت بقى الجلاش كويس جدا ودخلته فرن ساخن لغاية ما تبدأ الحروف تحمر معايا وتاخد اللون الذهبي. أول ما بتبدأ الحروف تحمر وتاخد اللون الذهبي، على طول بشغل الشواية، ما بتاخدش وقت خالص معايا. أول ما بشغل الشواية بياخد لون ذهبي كده خطير. عبال بقى ما الجلاش يستوى في الفرن، هجهز بقى التشريبة اللي هنعملها. والتشريبة دي كانت عبارة عن 3 بيضات، وكمان نص كوباية من الحليب. ممكن تستخدمي نص كوباية من الزبادي بدل الحليب، وكمان رشة كده من الملح، ورشة من الفلفل الأسود، ومعايا كمان بابريكا مدخنة كده، خدت نص معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، ومعايا كمان نص معلقة صغيرة من الزعتر. هيديها لي طعم حلو قوي، هيخليها ريحتها حلوة وطعمها جميل جدا. نص معلقة كده بفركها بس كده بين ايديا لغاية ما ريحة الزعتر تطلع. بقلب بقى وارب كده المكونات دي كويس كده مع بعض. كنت كمان بقى مجهزة فلفل أصفر كده حوالي ربع قرن من الفلفل الأصفر، قرن من الفلفل الرومي الأخضر، وكمان حبايتين كده صغيرين من الطماطم، مقطعهم حتت صغيرة وشايلة منها البذر اللي جوه. يعني شايلة البذر اللي جوه مقطعة الطماطم حتت صغيرة بالشكل ده. نزلت بقى بالخضار اللي أنا جهزته وقطعته على البيض والحليب بالشكل ده. أول ما خرجت صينية الجلاش من الفرن، على طول نزلت عليها كده بتشريبة البيض مع الحليب مع الخضار. وهابدأ أوزع كده الطماطم والفلفل كده بالشكل ده على وش الفطيرة بتاعتي. وزعتها كده بالشكل ده. كنت بقى نسيت حاجة مهمة جدا، إن أنا أحط كده معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بس ما فيش حاجة تعطلنا خالص. حطيتها كده في طبق صغير، وحطيت عليها معلقة من الحليب، ودوبت البيكنج باودر في الحليب كويس جدا. المفروض ان احنا نحطوه مع البيض ومع الحليب، التشريبة اللي عملتها في الاول، بس طبعا انا نسيت خالص، وده وارد ان هو يحصل. قلبتها ودوبتها في الحليب كويس جدا، وسقيت بيها الفطيرة بالشكل ده. وزعتها كده على الوش، وبتتشرب معاها كأنك حطاها في التشريبة الأساسية. كمان كده معايا 3 قطع كده من الجبنة الرومي، قطعتها كده حتت صغيرة، يعني من الآخر بتطلعي كده البواقي اللي في التلاجة. قطعتين 3 كده من الجبنة الرومي قطعتها حتت صغيرة خالص، ووزعتها على الفطيرة بالشكل ده. وبرده كان عندي خرطتين 3 كده من البسطرمة، ممكن تستخدمي سوسيس أو لانشون زي ما تحبي، زي ما تفضلي. لو عندك حتة فرخة صغيرة كده مسلوقة ومحطوطة في التلاجة وما فيش حد راضي ياكلها، تقدري برده تطلعيها وتقطعيها حتت صغيرة وتحطيها بالشكل ده. فوق البسطرمة كده حطيت كمان شوية كده من الجبنة الموتزاريلا، ووزعتها كده بالشكل ده. وهدخل بقى الفطيرة بتاعتي ديت الفرن، يعني كده لغاية ما الجبنة تسيح كده وتتشرب من التشريبة بتاعتها. بتاخد حوالي 10 أو 15 دقيقة، وطبعا الفرن بيكون شغال على أعلى حاجة. أول ما الجبنة بتسيح كده معايا، مش قادرة أوصف لكم والله يا جماعة، الريحة كانت تحفة والطعم كان رهيب. بنبدأ نقطعها كده مثلثات كده بالشكل ده، وما يتشبعش منها ابدا. سهله وبسيطه، طعمها خفيف جدا وجميله قوي. بصوا بقى، بتطلع الخرطه بخرطتها كده وخطيره جدا.
والجلاش طري كده معايا وبيدوب، وبصوا مورق من جوه ازاي، زي الفل. تحفة يا جماعة، وجبة عشاء لذيذة ورهيبة والولاد هيتجننوا عليها، والجبنة بقى اللي بتشد وتمط معايا دي تحفة. الطعم بجد كان حلو قوي. جربوها يا حبايبي هتعجبكم جدا. اتمنى الوصفة والطريقة والفيديو النهاردة يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد، وتعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.